بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم 7 في الشهر 6 2014 وقعنا في واحد اصطدام مع الشركات ديال بوبركا، حيث أننا كنا كنشتغلوا هذه المدة. كاين اللي مشتغل فينا عامين، كاين اللي 3 سنين من هذا القبيل. اليوم تم التوقيف ديالنا، توقيف تعسفي خارج، ما فيه حتى شي حاجه، فاضي من القانون، بدون قانون. كنطالبوا السي المدير ديال الشركه باش يريح معنا لطاوله الحوار ويتفاوض معنا على اساس انه هو يعطينا القوانين ديالنا والواجبات ديالنا، اللي من ضمنها الضمان الاجتماعي والتعويض الخاص ديال الدراري والكونجي ديالنا، لان كان خاض لي فوتوكوبي ديالنا وخاض المسائل ديالنا، وقال لنا بان كاين ديكلاراسيون ديكلارا لينا في الضمان الاجتماعي. اليوم ملي مشينا للناس ديال الضمان الاجتماعي ما لقيناش هذاك الديكلاراسيون، ما كاينش الاسامي ديالنا. كنزيدوا ناشدوا جميع السلطات المحليه وجميع فعاليات المجتمع المدني باش تعرف هذا المشكل اللي تدعانيه هذه شريحه من المجتمع المدني من شغيله. حنا ديما هاد الشغيله ديال مدينه سماره الطبقه البيطاليه بالخصوص كتعرض للتعسف وكتخدم بدون قانون، وما كاينش الحد الادنى للاجور في ظل دوله الحق والقانون وتعديل الدستور الجديد. صاحب الجلاله الله ينصرو وفر مجموعه من الحقوق والقوانين على جميع الادارات من الناحيه التشريعيه من الناحيه القانونيه، باش على اساس ان كل مواطن يشد حقه. اليوم كنزيدوا نطالبوا بمدير الشركه باش يفتح معنا قناه الحوار ويريح معنا، وكنطالبوا السيد العامل والسلطات المحليه باش تاخذ كامل الاجراءات القانونيه ديالها بدون دخول في اضرابات او في، لان نظرا لحساسيه المنطقه نحن ما زلنا في قاعده الحوار ومازال ما بغيناش نديروا. احنا ماشي ناس ديال الفوضى وماشي ناس ديال العنف، الناس ديال الحوار. كنطالبوا السيد المدير باش يعطينا الحق ديالنا والقانون ديالنا، وراه ما كنطالبوش بشي حاجه مستحيله، وماشي ناس ديال العنف، وناس اللي تبنى التاريخ على ظهرهم وقدام في المدينه وبنينا المدينه، والشكل ديال المدينه كيبقى غادي بحال ما كان ممنهج. دائما الشركه اللي جات كنكونوا ضحيه ديالها. اليوم بغينا تبدا حد مثل هذه التجاوزات وتعطى مزيد من القانون والحريات لهؤلاء الطبقه العامله. وشكرا وتحيه نضاليه لكل الطبقه العامله والى الناس ديال النقابه CDT والتضامن ديال جميع الفاعلين الجمعويين، وشكرا. حنا سيدي واحد من الشغيله ديال سلام وبركه في هذا التاريخ بالذات اللي قال الاخ قبيل تعرضنا لواحد يعني توقيف تعسفي، وهذا السيد كنا تنطالبوه ديجا بالمسائل ديالنا القانونيه في مسؤولياتنا والجورنيات ديالنا، بانه تيقول لنا بان ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين القانون الاول من طنجه حتى للقويره. التهديد عطانا مباشر، وبان كل صباح تنتعرضوا لهذه التهديدات. تيقول لنا ما كاين لا قانون لا والو، بغيتوا تخدموا خدموا تبارك الله، ما بغيتوا الباب واسع من كتافكم. وحنا ما قادين لا على مشاكل لا صداع، حنا تنخدموها بلادنا والله ينصر سيدنا، بغينا غير حقنا. طرد تعسفي انا واحد 4 الاخوان مع جينا الديبو بين نشدوا المسائل ديالنا البلاط دوزان، وقف علينا السيد لان ما كانش خدمه الله يعاون. وحنا ضاربين معاهم 3 سنين، عام ونص في الزفت وعام ونص هنا وعام في القدرون معاهم. ايوا حنا كنطالبوا بالحق ديالنا والتعويضات ديالنا، و3 سنين ما تمشيناش في الخاوي. حنا ولاد المنطقه 25 عام في هذه المنطقه هذه، كنطالبوا بالحقوق ديالنا لجميع السلطات المعنيه، والسيد العامل خاصو يعرف هذه الهضره هذه. السلام عليكم. الطبقه العامله طبقه ما واعياش ما قارياش. حنا كاينين هنا في الشركه كاينين الناس المجازين، وكاين اللي عنده البكالوريا، كاين اللي عنده دبلومات، وكيجيو يشتغلوا بالدراع ديالهم، ما طالبين حتى واحد، وما ما كيطلبوا طالبين حتى واحد، طالبين غير الحق ديالهم. مني طالبوا بالحق ديالهم راه كيتعرضوا للطرد التعسفي، والطرد التعسفي له في هذا الاطار كنطالبوا من السلطات المحليه على راسهم السيد عامل اقليم سماره باش يتدخل في هذا المشكل ويحل لنا هذا المشكل، لان حنا كنجروا ما بقيناش كنقلبوش على البطاله، ولينا حنا كنقضوا على البطاله بين نخدموا بدراعنا، والناس حاصلين على الشواهد وكل شيء كيبغيو يخدموا بدراعهم. وهما هادشي بحال هاد الشركات بحال هاد الباترونه هما اللي كيتعدوا على هاد العمال، كيقصوهم وكيهضموا لهم الحق ديالهم وما كيعطيهمش الحقوق ديالهم. ولهذا حنا راه احنا غاديين في النضال ديالنا وتابعين هاد المطالب ديالنا تتحقق، وما ضاع حق وراء